أحبتي في الله إخواني، اسمع وتأمل إلى هؤلاء الشباب. يقول الشيخ ممدوح العواجي في يوم من الأيام: خرجت من الرياض متجه إلى الشرقية، وفي آخر محطة في الرياض أتيت معي أهلي زوجتي وأبنائي، أريد أن أخذ بعض الأغراض من تلك المحطة، وإذا بشباب 4 في سيارة، وكانوا يعبون بنزين، وكانوا مشغلين الأغاني آخر شيء بأصوات مزعجة. يقول الشيخ جيتهم تكلمت مع هذا الشاب صاحب السيارة، قلت: يا فلان، أنت الآن مسافر، والإنسان ما يضمن عمره ونفسه، اسمع يا من تسمع الأغاني، اسمع يا من أدمنت سماع الأغاني. قال له: ما يجوز هذه الأغاني. يقول: والله إني كلمته بأسلوب طيب وبابتسامة، قلت: ما يجوز يا الغالي. فقال هذا الشاب صاحب السيارة، والله قال بهذا اللفظ، قال: يا مطوع، تراك ازعجتنا، حرام حرام حرام، ضف وجهك وبشوف ربك شو يسوي. يا مطوع، ضف وجهك وبشوف ربك شو يسوي. تأمل من أبناء محمد صلى الله عليه وسلم من يتعالى على الله سبحانه وتعالى. من أنت وما حجمك وما قدرك أمام الله؟ يا مطوع، ضف وجهك وبشوف ربك شو يسوي. يقول: لما قال هذه الكلمات، يقول تركته. يقولوا مشوا وأخذت أنا أتغرب، وبعد ما طلعت من المحطة يقول والله 15 كيلو وإذا بحادث مروري أمامي. فلما أتيت هذا الحادث وإذا بالشباب اللي كلمتهم قبل قليل، كانوا 4 وكان حادث قوي جدا. يقول 2 ماتوا على طول، باقي 2. جيت على واحد منهم قلت له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وهذا الشاب يصيح: يا شيخ والله ما أقدر أقولها، يا شيخ والله ما أقدر أقولها، لا إله إلا الله. إخواني أيها الشباب، قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تأمل في هذا الحديث، قال: من كان آخر كلامه، ما قال من كان أول كلامه. أنا وأنت الآن نستطيع أن نقول لا إله إلا الله 1000 مرة باليوم، لكن العبرة بالنهاية والأعمال بالخواتيم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكم من أبناء لا إله إلا الله يموت على غير لا إله إلا الله. يقول: ثم لفظ أنفاسه ومات. يقول: ثم جيت على هذا الشاب اللي قال: يا مطوع، ضف وجهك وبشوف ربك يسوي. شوفوا يا جماعة الله وش سوى بهذا الشاب لما قل حياءه وأدبه مع الله. والله أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة، والله من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أن ربي يؤدبه تحت الأرض يوم الأرض. تأدب مع الله. الشاهد يا أخوان، يقول: جيت عند هذا الشاب، قبل شوي كان قوي، قبل شوي كان في فتوة، كان في صحة وفي عافية، شباب، ولكن ما أهون العباد على الله إذا عصوه. ولا شيء، بلحظات يضيع مستقبلك، بلحظات تكون من أهل الآخرة. يقول: والأغاني شغالة. لذلك الفنان الغافل يقول: فكسرت المسجل ثم جيت عند إذنه والدماء من كل مكان، وأنا أقول: قل لا إله إلا الله. والله يا إخوان، مات هذا الشاب وهو يردد تلك الكلمات: أحبك وأحب الأرض اللي تمشي عليها، أحبك وأحب الأرض اللي تمشي عليها. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز،
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قلت لكم يا شباب، من عاش على شيء مات عليه، عاش على الأغاني ومات على الأغاني، ويبعث يوم القيامة وهو يغني.